عودة لكم أعزائي المشاهدين في برنامج سكوب معكم، وضيفنا الكريم المحامي محمد الماجدي. أستاذ محمد، أجدد الدعوة وأرحب فيك مرة ثانية. طبعا يمكن أتصور محور الغروض يمكن سلطنا الضوء عليه بشكل جيد. خلينا ننتقل أيضا إلى يمكن انطرح من قبل الأعضاء، صار فيها يمكن الرأي هذا مثير للجدل، موضوع الاختلاط. شلون تقرأ مشهد أو قانون منع الاختلاط ضد مع الأسباب؟ شوف، موضوع أستاذ أحمد، موضوع منع الاختلاط يعني موضوع حساس. يعني قد الناس تفسره تفسيرات أخرى. يعني إذا قلت لك أنا ضد قانون منع الاختلاط، يقول لك أنت يعني هل تقبل هذا في بيتك؟ هل تقبله في، خاصة من أهل أصحاب الأنفاس الفقهية المتشددة نقول عليها. نعم. لكن بعيدا عن يعني رأي البعض، سواء كنت معارض أو مؤيد لمنع الاختلاط، أنا أقول أن قانون منع الاختلاط، يعني الاختلاط بحد ذاته لا يحتاج إلى قانون ينظمه، فبالتالي أنا أرفض قانون منع الاختلاط. ليش؟ احنا لما نشوف قانون منع الاختلاط بحد ذاته مرفوض أخلاقيا، مرفوض من ناحية ديننا، مرفوض من الاختلاط القبيح، الاختلاط الذي يؤدي إلى جريمة، الاختلاط الذي يؤدي إلى سوء خلق، الماجن. احنا نقول ان لما احط لي قانون واسميه منع الاختلاط وامنع الجنسين منع مكاني، مكاني، وخلنا نقول جسدي، يعني نفصلهم كل واحد في قاعة، ولا كل واحد في وزارة، ولا في قسم، ولا هذا الفصل القائم يعني على أساس محاكمة النوايا. نعم. يعني كأن واحد يفترض بأن الاختلاط هذا سينتج عنا جريمة أو فعل مخل وهو مو زين، فبالتالي احنا نسوي منع الاختلاط عشان نمنع الجريمة. الاختلاط هو عملية أخلاقية يا أخي، مجرد الإنسان يربي أهله على التقوى والإصلاح، فما يحتاج إنه يفترض أشياء. يعني يقول لك احنا ما ندري، انا ما ادري علة منع الاختلاط، هل هي ان نحمي الرجل من المرأة، او نحمي المرأة من الرجل، او نحميهم اثنينهم من الشيطان. اذا قال لك واحد والله نحميهم اثنينهم من الشيطان بناء على حديث ما اختلى، يعني بما معناه اثنان الا الشيطان ثالثهم، يا اخي الشيطان كفلك الله بالحماية منه بقراءة المعوذات فقط. نعم. ما تحتاج الى قانون انك تحجب هذا الشيطان عن المرأة والرجل. قيس على هذا، يعني لو قلنا ان بنحاكي النوايا ونقول منع الاختلاط بقانون على اساس ان الاختلاط يؤدي الى جريمة عقليا، اذا كذلك ينطبق على منع النظر الى المرأة فرضا في الدين، وفي هم يعني ورد هم كحديث عن الرسول ان النظرة الأولى لك، نعم، والنظرة الثانية عليك. إذا يحق لك أنك تنظر إلى المرأة مرة واحدة، نعم. أما الثانية تؤثم عليها، صح؟ لكن الاختلاط إذا نحط قانون يمنع النظر، هذه أخلاقيات، هذه تربية. يعني أنت وبعدين شو تكلف الدولة؟ راح تكلف حتى دولة، احنا دولة مدنية مو دولة إسلام، يعني دولة دينية صرف. وحتى في الدولة الدينية الصرف ما تستطيع أن تطبق هذا القانون اللي هو منع الاختلاط، لأن المجتمع سواء كان الإسلامي في الدولة الإسلامية أو مجتمعنا المدني في الدولة المدنية قائم على افتراضية الاختلاط. ليش؟ لأن المستشفى واحد، المستوصف واحد، الدوام واحد، المطار واحد، الطيارة اللي نركبها واحد، فافتراضية اختلاط الناس هذه افتراضية موجودة. من يضع قانون حتى يفصل الناس مكانيا حماية لهم من الشيطان اللي يتوهم انه راح يسوي لهم جريمة وراح يحرضهم على الفجور والفسق، احنا نقول العملية عملية أخلاقية. مجرد
انك مثلا انا اضرب لك مثال. تفضل. ما هو الاولى؟ هل الاولى ان احنا نسوي او نشرع قانون منع الاختلاط ونفصل الناس الجنسين عن بعض مكانيا، يعني هذا لا مبنى وهذا لا مبنى، او ان نبحث او نشرع قوانين نبحث في حياتنا اليوميه ونقنن القوانين او نراجع القوانين، مثل تراخيص المحلات. المول، نعم، روح للمول، المول مختلط، ما تقدر تقول هذا مول حق النساء وهذا مول حق الرجال. نعم. المول مختلط. يقول لك واحد يا اخي المول تروح المرأة مع محرم، يا اخي اذا الله انعم عليك في محرم، كونك محرم عند اهلك، في ناس ما عندهم محرم مضطرين انهم يروحون السوق. فبالتالي سالفة المحرم هذه يعني سالفة حل يصلح لبعض الناس ولا يصلح للبعض الآخر. بس الأكثر من هذا أستاذ محمد، عفوا على المقاطعة، اليوم في فريضة الحج نفسها يعني نعم الاختلاط موجود يعني. فكرة أنا أقول لك إن فكرة حتى المجتمع الإسلامي، ولما تشوف شعائر الحج، لما تشوف السعي، لما تشوف الطواف، لما تشوف هذه كلها قائمة على الاختلاط، ما فصلت الجنسين. ما قاعد هذول يطوفون أول وبعدين. والعملية الاختلاط عملية أخلاقية ونفسية. يعني مثلا إذا قلنا في الجامعات إن نفصل الناس، ممكن الفصل يكون أو عدم اختلاطهم أو الحد من أعمال الشيطان خلينا نسميها، ومحاسبة نوايا المرأة والرجل أنهم إذا اجتمعوا راح يسوون شيء مو زين. هذه النقطة خلينا نقول أن في القاعات ممكن ذوقيا وأخلاقيا أن المرأة تجلس قدام، الرجل يجلس وراء، عملية تنظيمية. يعني ممكن يكون بنيان القاعة بشكل يعني مختلط ولكن غير مختلط، يعني يعني يؤدي الغاية ولكن ما يشوه المنظر. نعم. لكنك آلية انك تضع قانون تفصل الناس عن بعض فصل مكاني، هذه امر يعني اول شيء مو متصور التطبيق ومستحيل، وكأنه تشريع او رأي يعني فضفاض ومحاكاة للمشاعر أكثر من عملي، يعني دغدغة مشاعر. بس يعني أليس من الأجدى أستاذ محمد مناقشة مثلا قضايا التنمية؟ اليوم إلى اليوم ما سمعنا مثلا أحد الأعضاء قدم رؤى اقتصادية، كيفية جعل الكويت مركز مالي وتجاري. ما نشوف يعني قضايا تمس يعني تطور وتنمية البلد. يعني من باب أولى مثلا مناقشة قضايا اللي يعني اليوم أعتقد 90,000 طلب إسكاني، وضع رؤى لقضية الإسكانية مثلا، لقضية التوظيف، لقضية الصحة، مستشفيات متهالكة. يعني من باب أولى طرح مواضيع تكون ذات أهمية وتصب في مصلحة المواطن. لماذا نبحث دائما عن المواضيع ذات القشور ولا نبحث عن اللب؟ يعني أنا أقول إن قانون منع الاختلاط هو قانون يعني قانون نفس ما قلت لا ينظر إلى جوهر الاختلاط بذاته، يعني عيوب الاختلاط بذاته، لا هو قانون شكلي وتطبيقه عمليا صعب، إضافة إلى أن المشرعين اللي وضعوا هذا القانون للأسف لم ينظروا إلى جوهر الاختلاط ذاته. يعني إذا كانوا يمنعون نفس ما قلنا أعمال الشيطان ويحدون من الفساد، يفترض أنهم كانوا مثلا خلنا يبحثون في المولات. أنا أقول لك في 60 مول لما تروح لو تدشه تشوف محل مخصص للرجال مثلا، محل يبيع قطر وعقل، نعم، والمحل اللي يمه يبيع يعني درعات نقول أشياء خاصة في النساء. نعم. فهالمكان هذا المحلين أعطاه ترخيصين بجانب بعض في مول واحد، هلا يعطيك افتراضية الاختلاط؟ فالأولى أنهم يفصلونهم. يعني نعم. يعني يقول لك إنه مثلا يناقشون قانون التراخيص، يقول لك والله ممنوع أنه يحط محل نسائي يكون في الدور الأول، الرجال يكون في الدور الأرضي. يعني تكون العملية بهالصورة هذه عشان نحد من عملية أو أضرار الاختلاط، نحد منها. أما أني أفصل وأذهب إلى دور مثل العلم وأترك الأماكن الأخرى كالمولات كالسيارات
هذا انا اقول انه يحاكي المشاعر. وبعدين اذا اذا الاختلاط فيه عله، فانا اقول العمليه تربويه اخلاقيه، والشيطان الله كفل الله حمايتنا منه بالمعوذات، ما يحتاج قانون. عظيم جدا. خلينا نعرج على بالنسبه للتنميه او السؤال الاعضاء انه ما في تنميه او يبحثون الى عدم طرح القضايا اللي فيها تصب في مصلحه المواطن. نعم والله هذه شوف، يعني احنا دائما نقول ان العله في اختيار الناخب للمرشحين. يعني دائما احنا نختار مرشحين او قد تكون هذا الموجود، يعني شو نسوي؟ ولكن انا اقول ان مشاكلنا وتعقيداتها اكبر من المجالس السابقه والحاليه، اكبر من وغير قادرين اصلا على حلها. لان احنا حتى المجالس السابقه لما تشوفها كان مهمته هو البحث عن الفساد فقط. يقول لك بوقه هني، حرامي هناك، هذا بس يرشد. طيب روح قدم شكوى، حاسب هذا الفاسد، يقول لك لا، تلقاه في ندواته وهذا يلوح في الاوراق على انه يمتلك مستندات، وبالتالي لم يجابه هذا الفساد قانونيا ومن خلال القنوات اللي رسمها القانون. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن لم يقدم حل لحل أو بتر هذا الفساد. طبعا احنا عملية الفساد، ترى الفساد موجود بوجود الإنسان. يعني عملية أن نقضي على الفساد مرة واحدة هذه شبه مستحيلة هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الله عز وجل ولم يقضي على الفساد. الفساد موجود في الدنيا والرسول موجود صلى الله عليه وسلم. فطالما ان الانسان موجود وابليس موجود الى يوم الدين، فالفساد موجود، ولكن احنا نحد منه. فالمجالس السابقه كانت ترشد على الفساد، لا تحاربها ولا تقدمها للعداله ولا تقدم الحل لبتر هذا الفساد او القضاء عليه، ولم تقدم الحلول حتى لتغنين. يعني حتى القوانين اللي تصدر والتشريعات كلها مقضيه على زياده 50 مداعبه، يعني يدغدغه مشاعر المواطنين والناخبين. زيادات وهميه ليس لها اساس اصلا، مجرد ان في طفره بالنفط احنا بنعطيه 50 او نعطيه زياده 100 او وهذا شيء يعني تحس انه ما في فكر، ما في طرح، ما في حل، او انهم يسعون الى حل جدي وجذري لمشاكل البلد. انا اعتقد ان الكفاءات والقدره على حل المشاكل في المجالس السابقه والمجلس الحالي مفقوده. نحن مقوله باختصار، نحن نعرف نتكلم ما نعرف نشتغل. عارف نتكلم نحل لك مشاكل الدنيا كلها، بس قول له تعال اشتغل ما يعرف يشتغل. تنظير، ويعني تنظير، مجرد تنظير والشو، ملتقيات وندوات دون وضع حلول. دون وضع حلول، مجرد الشو اكثر من لا، يعني ما اعتقد انه اكثر من الشو. اثاره ودغدغه مشاعر. دغدغه مشاعر وبحث عن الاضواء والاعلام ولكن حل جذري، وضع حل. يعني حتى الحقوق، آلية الحقوق لما بيتحصلون عليها تلقى يتحصل عليها بطريقة غير مشروعة. يا أخي القانون يقول لك أهم من أنك تتحصل على حقك، يجب أن تتحصل على هذا الحق بطريقة مشروعة. يعني ما يصير أنا أطلبك 100 دينار وهذا حقي موجود في جيبك، ما يصير أروح بالغصب أخذه منك، لا، أروح أقدم شكوى وأخذ عليك حكم، بعدين أنفذ عليك، بعدين أخذ 100. ولكن عقليات الموجودة في الساحة للأسف تريد أن نقول خلينا نسميها تسترد الحقوق أو تطالب بحقوق بطرق غير مشروعة. وأسباب هذا التخلف أستاذ محمد؟ هذا فساد. نعم، أسباب هذا التخلف أسبابه كثيرة، لكن أنا أرجع وأقول أن قد تكون ما في جدية، قد تكون يعني ثقافة، وعي. مثلا يعني انا اقول لك في مقوله وهذه صحيحه، يعني انك مجرد انك تكون تطرح موضوع تافه بطريقه نقول انها سفيهه شوي، نعم، وصراخ شوي مع شو، ممكن تكون مشهور وممكن توصل الى مجلس الامه. اذا وصلت عقلياتنا ان
مرشحين على هذا الأساس، فالمشكلة تكمن في الثقافة السائدة في المجتمع. الثقافة السائدة في المجتمع تحتاج إلى ثورة، يعني نحتاج إلى ثورة فكرية. نعم. نحتاج إلى ثورة ثقافية بالمجتمع. نعم. تقول لي دور المثقفين، دور الكتاب، أنا أقول لك إنه غائب صراحة. نعم. أو قد يكون إنه يعني أغلب، يعني معظم المثقفين يعني لهم اتجاهات غير توعية المجتمع. إذا هناك يعني ملخص كلامك أن هناك خلل بالمفاهيم والمبادئ والأخلاقيات تحتاج إلى غربلة ونسف هذه المفاهيم لوضع مركز تنمية المجتمع. نعم. هذا مركز خطير، موجود خطير، يعني كان موجود من سنوات موجود عندنا. هذا تنمية المجتمع لو قام بدوره بدعم من الدولة وبإعطاء صلاحيات لكان غير المجتمع، نمى المجتمع فكريا عقليا. يعني يكفي ان يكون معيار المواطن قائم على ادائه وعطائه للبلد، ولكن احنا معاييرنا تقييمنا للناس قد يكون اشياء اخرى لا تمت للوطن والمواطن بصله. قد يكون يعني انت ولد بطنها، انت ولد منو، انت يعني الواسطه، المحسوبيات، تصنيفات استاذ، تصنيفات قبيحه. نعم. تصنيفات قبيحه. نعم. يعني قد نكون الناس يعني تعودت عليها يعني، ولا بد ان تبتر هذه التصنيفات، ويكون المعيار الحقيقي لتقييم المواطن هو عطاءه لبلده فقط، بعيد عن طبعا النفس الطائفي او الفئوي. نعم. ما في شك. نعم. نعم. بس استاذ محمد ايضا خلينا نريحك على اساس ايضا اللي حاب يشارك ويانا، عندنا ايضا فقره اخيره في موضوع قضيه المراه الكويتيه او قضيه البدون بشكل عام او القضيه الاسكانيه، يا ريت نربطهم مع بعض في المحور الاخير. اللي حاب طبعا يتواصل معنا يرسل حرف راء على زين 98944 وعلى الوطنيه 1481، وبالنسبه للفيفا 55 66 8. خلونا نريح استاذ محمد الماجدي فاصل ونرجع لكم. الله يعطيك العافيه.